مساكم الله بالخير. أنا محدثكم غازي شريف، وهذه حلقة جديدة من برنامج غرفة اللاعبين تحت منصة رتم. حلقة اليوم راح نتحدث فيها عن عدة مواضيع، بس قبل لا نحدد المواضيع نرحب في ضيوف رتم. كابتن حمد العزيزي مساك الله بالخير. يا هلا أبو عزيز، يا هلا بالحبيب. كابتن ثامر الهاجري مساك الله بالخير. مسي عليك وعلى كابتن حمد وعلى يا أبو جابر. راح ترحب فيك كابتن فهد. ومحافظة على سرعة الرتم فهد الأنصاري عبر الاتصال المرئي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور حبيبي. هلا ابو عزيز. تحولات، حلقة تحولات، حلقة تحول بس من المجمعة. فهد توقع كم يبيل عشان يفتح. كابتن حمد اليوم راح ابلش معاك. يوم الاربعاء ان شاء الله راح يكون انطلاق بطولة كأس السوبر في الكويت. مواجهات راح تجمع العربي والقادسية، الكويت والسالمية. انا بسألك عن نظام دوري بطولة كأس السوبر اللي تكون 4 أندية عكس النظام السابق، تشوفها ذات جدوى؟ والله ابو عزوز، يعني شوف كمشاهد انا باعتقادي انه يعني ممكن نفي عليها، يعني عليها كلام كبير، يعني ناس مؤيده، ناس انت رايك كلاعب أنا شارك في البطوله؟ انا اشوف ان يعني فيها منافسه، فيها يعني ان الفرق يعني تلعب مع اكثر من فريق. يعني انا اشوفها يعني حلوه، خصوصا ان انت تختار اول 4 او ما شابه ذلك. لكن بشكل عام يعني انا كمشاهد اشوف ان فيها يعني منافسه يعني جميله. كابتن ثامر، انت برايك ان هذه اضافه كبيره للفرق ولا هي عبء على الرزنامه؟ لا، هي مو عبء، هي فرصه حق الفرق اللي ما تاخذ بطوله. انت قاعد تعطيه فرصه انه يحقق بطوله، فالمنافسه تكون غير. يعني انت لما تتكلم على فريق مثلا ثالث الدوري قاعد يشارك كاس السوبر، فتكون له فرصه انه يحقق بطوله. ولكن العنصر اللي يكون نوعا ما مظلوم في هذه البطوله اللي يحقق بطوله الدوري، انه راح يلعب لعبتين بدل يلعب لعبه. فانت من ناحيه المنافسه اكيد طبعا فيها منافسه وفرصه حق الفرق اللي تكون في مركز الثالث. يعني انت عندك راي اللي نظام مختلف، مثلا ان البطل الدوري يكون باي مثلا ينتظر احد في النهائي، كذي راح تقلل الفرق. لا يعني مثلا تخليها 4 تعطيه فرصه اكبر لانه محقق الدوري. يعني انا اتفق وياك لما تقول لي انه يكون عنده حظوظ اكثر، اقول لك طبعا لانه بطل الدوري. بس انت قاعد تخليه حال المركز الرابع مثلا اللي يكون هو مشارك، او مثلا ثالث الدوري، فانت قللت من فرصه حصوله على كاس السوبر، اعطيت فرصه حق اللي هو يكون بالمركز الثالث. ولكن منافسه جدا ممتازه. زين كابتن فهد، انا بروح معاك. انت اليوم في المملكه العربيه السعوديه قاعد تحضر بطولات كاس السوبر الايطالي، كاس السوبر الاسباني، وإضافة إلى الكأس السوبر السعودي، وهو يقام في أكثر من دولة. أبي أسألك عن رأيك في بطولة كأس السوبر بشكل عام، وتجربة كأس السوبر الفرنسي اللي صار في الكويت وكتجربة أولى. اول شيء كاس سوبر بالنظام خلينا نقول الجديد، ال4 فرق، يعطي اثاره لكل مشاهدين كرة القدم، ويعطي من وجهة نظر شخصية أفضلية للفريق البطل، سواء بطل دوري أو بطل كاس. ليش؟ لما تكون كاس سوبر من مباراة واحدة، تكون خلينا نقول أسهل على الفريق الضعيف اللي يمكن يخرب المباراة يوصلها بلنتيات. الحين مباراتين صعب تلعب في نفس الأسلوب في مباراتين، لذلك راح تكون أصعب على الفرق اللي بعيد عنها دائما يكون كاس سوبر، ودائما يكون بطل الدوري او الفرق المتمكنه هجوميا هي تكون الاقرب للفوز فيه كاس سوبر. اما بالنسبه حق كاس سوبر في الفرنسي اللي صار في الكويت، من وجهه نظري حدث جدا يعني عباره عن نقله نوعيه في رياضتنا. اذا استمرت هذه الاحداث ويعني جلبها في الكويت، اعتقد ان راح تكون نتائجها جدا ايجابيه على رياضتنا. كابتن حمد، بروح معك من النقطة اللي انتهى فيها فهد. يعني اليوم بطولة كأس السوبر لما تقام في الكويت بطولات، يعني اعتدنا قبل على حضور الفرق العالمية اللي خوضوا مباريات ودية، لكن اليوم مباراة تنافسية بهذا الحجم، مردودها على المشجعين ومردودها كقوة ناعمة لانتشار الجانب الرياضي للكويت في الدول العالمية. المردود عزيز يعني مو بس على المستوى التنافسي او على المشاهد، على الدولة بشكل عام. يعني انت راح تشغل الفنادق، راح تشغل الاعلام، راح تشغل التسويق، جماهير الفرق اللي راح تكون موجودة في بطولة السوبر، الاعلام، الميديا، الامور يعني راح تتحرك امور كثيره وامور كبيره. وايضا يعني انا باعتقادي ان حتى المنظمين والستاف والمجموعه اللي والجروب
بشكل عام يعني كمنظمين كمساهمين كسبونسرز كأمور كثيرة يعني راح تعطيهم يعني ادفانتج انه يقدم شكله بطريقة مميزة يثبت مثل ما تقول يثبت وجوده بشغله بعمله تقدم رسالة جميلة حق الدول المجاورة ان انت عندك امكانية عندك بنية تحتية رياضية جيدة عندك قوة بشرية يعني تقدر تستغلهم عندك امور كثيرة يعني انا باعتقادي ان راح تكون ايجابية على صدمة حمد بنفس الوقت صدمة حق مدربينا ها صدمة حق مدربين اكيد طبعا اللي شافوه يعني طبعا ابو صقر انت تتكلم عن يعني عدد دقائق لعب يعني مختلف تماما عن ما يعني يحتويه دوريك او منافساتك لذلك هذه النقله يعني يجب ان تكون يعني درس يستفيد منه اول شيء احنا كتنظيم وايضا نوعيه المدربين واللاعبين اللي موجودين هني يعني نشوف ونستفيد من هذه التحركات يعني. كابتن ثامر بروح معك حق المردود الايجابي على المشاهدين خلينا نقول بشكل ابسط استضافه مثل هالمباريات التنافسيه بالجوده العاليه. رقم واحد انت قاعد تتكلم ان انت رديت الجماهير في الملاعب صحيح. هذه اهم نقطه كان في عزوف كبير من الجماهير ان هي ما تكون موجوده في الملاعب ولا حتى شافت استاد جابر مثلا ولا شافت اي ملعب. اعتقد كاس الخليج كان في حضور كبير كان في حضور هذا كله هذا مردوده من ناحيه اقتصاديه من ناحيه محبين رياضيه حتى زائد هذا انت قاعد تسوي دعايه حق الدوله ان انت قادر تنظم اي بطوله فانت هذه بالنسبه لك اي مباراه اي محفل يعتبر عالمي انت تنظمه هذا دليل ومؤشر واضح ان انت قادر تنظم اي بطوله خصوصا ان انت يعني مرشح على كأس آسيا او قاعد تحاول انك انت تاخذ كأس آسيا فهذا دليل واضح ان انت قادر تنظم في ظل تواجد هذه الملاعب وهذا التنظيم. فانت تتكلم عن حتى ايضا الجماهير يقول لا والله ما زالت الرياضه موجوده ما زالت محبين الرياضه زائد لا تنسى ابو عزيز ان كثير من الجماهير اتجهوا الى اوروبا اكثر من المحلي صحيح. فانت قاعد تخلي هذا اللي يشوف اوروبا اصبح متواجد عنده بالكويت في هو كسب ثقة التنظيم يعني هو راح خاطر هذه أهم نقطة وهذه اللي راح تخليك أنت تنظم أي بطولة بالمستقبل خلي الجمهور يثق واختبرت يعني نتكلم مثلا عن الموارد البشرية عن الطاقة البشرية اللي عندك عن القوة التشغيلية صحيح عن البنية التحتية عن نوعية العاملين عن الصحافة عن أمور كثيرة حتى على مستوى الفنادق يعني نرد مرة ثانية ونقولها وهذا شنو بعزوز هذا السوبر الفرنسي يعني فما بالك لو مثلا تروح شوي تسوي يعني خطوة للأمام يعني مثلا السوبر الإيطالي ولا السوبر حتى السوبر السعودي يعني حتى السوبر السعودي لا يقل عنهم باعتقادي أنا أيضا السوبر الإنجليزي لذلك هذه الأمور يعني يجب أن تكون حاضرة بذهن المسؤولين الرياضيين بشكل أخص. ترى متابعين الدوري الإنجليزي يزعلون إذا قلت سوبر يسمونها الكأس الخيرية. كأس الخيرية عاد وين الكأس الخيرية. حمد وأنت عززت يعني أعطيت فرص حق القطاع الخاص أو حتى صدمته. صحيح. يعني لازم يتحرك في السنوات القادمة يعني. أكيد بصدق. الحين نسكر الملف مال السوبر اللي طرقنا له بشكل سريع بتكلم عن جودة المنافسة في دورينا اليوم الفارق بين الأول والثاني 8 نقاط بعد 12 جولة يستمر هذا الفارق راح يتسع ولا راح يتقلص خصوصا أن الكويت أمام مواجهة الجولة المقبلة مع القادسية. والله أبو عزوز الأمانة يعني أنا ما أشوف أن في يعني بوادر منافسة كبيرة صراحة مع يعني من خلال ما شفتها صراحة ومن خلال المستويات اللي شفتها ما أعتقد في فريق ممكن إن يعني ممكن ينافس الكويت أو ممكن إنه يعني يوقف الكويت صراحة يعني باعتقادي أنا الفريق الوحيد اللي كان ممكن يعمل هالشيء وهو نادي العربي ولكن بعد الخسارة اليوم توسع الفارق 8 نقط قادسية يعاني محتاج عمل كبير العربي أيضا محتاج عمل كبير نادي كاظمة نفس الشيء السالمية نفس الشيء يمكن الكويت أنا يعني حتى نادي الكويت أنا ما أشوفه بأفضل حالاته ولكن الكويت باعتقادي انه هو افضل السيئين يعرف شلون يفوز حتى بأسوأ حالاته بالملعب يعرف شلون ياخذ المباراة بنوعية لاعبين يقدرون يديرون المباراة بشكل بحيث ان تكون يعني المباراة سهلة بالنسبة لهم ذلك انا باعتقادي ان المنافسة خصوصا هالموسم اعتقد انها معدومة صراحة مع خصوصا اللي شفته يعني لما نتكلم عن القادسية والعربي يحتاجون عمل وجهد
كبير للامانه يعني. زين، انا كابتن ثامر بروح معك. حمد متشائم وشوف البوادر معدومه، نفس يعني تتشارك معاه بنفس التشاؤم. انا اشوف ان في مواجهات قويه تنتظر الكويت. كاظمه اليوم، كاظمه عزز صفوفه بثلاث صفقات. السالميه ايضا نتائجها مو سيئه، وضيف عليها المواجهه المقبله مع القادسيه. هي انت قاعد تتكلم على منافسه تعتبر للجوله، حمد يتكلم على المنافسه للبطوله. فلما تكون انت فارغ 8 نقاط واقرب منافسينك اليوم انت تفوقت عليه، طبيعي تكون عندك فرصه اكبر ان انت تكون شنو، خلاص انت قربت من البطوله. ولكن الواقع يقول في الوقت اللي نادي الكويت في هبوط في اسوء حالاته، صحيح، واسوء حالاته يعتبر بناء على السنين اللي طافت. شوف الفرق اللي تنافسه اسوء من نادي الكويت، فطبيعي انه هو يحصل على البطوله بسهوله. صحيح ان هذه كره قدم وممكن ان نقول نشوف انه ممكن يتعثر نادي الكويت، ولكن هل في فريق انت قاعد تشوفه او يعطيك مؤشر انه هو يستمر بالفوز؟ هذا السبب ثاني. اوكي، لنفرض ان الكويت خسر، هل تتوقع ان العربي ما راح يخسر؟ راح يخسر. القادسيه تتكلم عنه في تحسن ملحوظ في مباراه امام الفحيحيل، ويعتبر تحسن لانه كان هو سيء، فصار في تحسن نوعا ما، ممكن يقدم مستوى جيد في المباراه القادمه. ولكن بشكل عام اعتقد ان الكويت حتى لو تعثر، الفرق الثانيه راح تتعثر في المباريات المباراه يعني مواجهاتها اللي تشبه. ولكن احنا نتكلم بالواقع، واقع الكويت بناء على السنين الطويله هذه ال10 سنوات، هذا انا اتوقع اسوأ مستوى نادي الكويت. ولكن الانديه او الفرق الثانيه في اسوأ حالاتهم ايضا. دائما احنا نشوف ان الكويت دائما يكون عنده الحل، واعتقد ان نقطه تحول نادي الكويت والحل الاول عند نادي الكويت هو المحترف اللي في وسط الملعب، اللي غير من نادي الكويت صراحه. يعني احنا نتكلم هذا اللاعب لما يكون عندك انت اختيار دقيق ويغير من شكل الفريق، هذا اللاعب اللي تقول انت نشوف مجهوده البدني عالي، نشوف احنا تمركزه بالملعب، خلى لاعبين نادي الكويت يلعبون باريحيه داخل الملعب. فانت هذه نقطه تحول نادي الكويت، ونقطه تعتبر علاجيه للعوده مره اخرى بنادي الكويت للمستوى المعهود. ولكن بشكل عام اعتقد ماكو فريق ممكن ينافس نادي الكويت حتى لو كان في الكويت في اسوء حالاته. كابتن فهد، انا بروح معك لنقطه اليوم. الفارق 8 نقاط ومتبقي قسم ثاني، وفي القسم الثالث اللي يجمع الستة الكبار. تشوف آن الأوان لتغيير نظام الدوري، خصوصا إذا استمر هذا الفارق. أصبح النظام الستة عبارة عن تحصيل حاصل. أنت تشوف آن الأوان لتغيير هذا النظام، البحث عن نظام أكثر تنافسية؟ أنا أتوقع أبو عزيز النظام هذا انحط علشان زيادة عدد المباريات، لأن اللاعبين الدوليين اللي قاعد يعيشونها من مباريات خلينا نقول قليلة وضعيفة في نفس الوقت. عدة الدقائق الفعلية نفس ما نقول، لذلك وجد هذا النظام. لكن ان تكون معاه ولا ضده طبيعي. انت كفريق قوي تودك تلعب من دوري من قسمين وينتهي الدوري، بغض النظر عن الفروقات اللي واجهها مع الفرق. لكن كمصلحة عامة نعم احنا مع زيادة عدد المباريات، لان قاعد نشوف في كل بطولة خارجية نعاني من بطولات المجمعة، كل يومين 3 مباريات ما نقدر نلعب. هذه بالذات انت قاعد تاخذ افضل لاعبين في الكويت ونشوف فيها صعوبة جدا. ليش؟ بسبب اللي قاعد يصير ضعف الدوري في الكويت. بس كابتن فهد، انا ما اتكلم عن عدد المباريات، اتكلم عن الآلية. اليوم الآلية يعني اذكر في الفترات اللي كنتوا تلعبون فيها كان الدوري 3 أقسام من كل يعني انت تلعب 27 مباراة. لكن اليوم أكلمك عن أن صح زيادة عدد المباريات، لكن تصبح غير تنافسية، خصوصا الفرق اللي يضمن مرحلة المنطقة الدافئة. فتصبح في عدد من المباريات عبء حتى على المشاهد، حتى على الناقل التلفزيوني. تكون مباريات من صح أبو عزيز، بس ترى تكون فيها منافسة. الثاني والثالث إذا كان لهم شانس مع الأول راح تكون مثيرة. بس انا اكلمك الان اذا الوضع الفارق من تفضل صقر. انا عندي سؤال، يعني انت التنافسيه مرتبطه بالانديه ولا بنوعيه المسابقات؟ لا انا اقصد ان لا انا اسال سؤال الحين. انا بوضح لك اليوم انا كجهه منظمه لبطوله الدوري. تمام، انت سويت اللي عليك، حطيت النظام اللي انت تشوفه تنافس. ادرسه حمد. انا اقصد بس خلينا نوصل لك الفكره عشان بشكل بسيط. I understand you. لان بعد هالفتره هذه لما تشوف مثلا غير يعني مثلا الموسم اللي فات كان
مباريات العربي والكويت فقط هي اللي لها اهميه. صحيح. مباريات البقيه كانت تحصيل حاصل لان الفرق ضامن من خلال كم سنه؟ خصوصا حمد اليوم ان انت انهيت بطولات كاس سمو الامير وكاس سمو ولي العهد، فراح تكون هذه البطولات اخر الموسم تمام. كانها عطله. انا اقصد انه يكون في حافز مثلا الثالث الرابع، كل شيء سوينا بعد، كل شيء سووا جميع انواع المسابقات سووا، ولكن في جانب مهم، طالما الانديه ما قاعد تشتغل فانت تحتاج عمل يعني مغاير صراحه. انت كجهه مسؤوله، جهه تنظيم مثلا كاتحاد، سوينا 3 اقسام، سوينا قسمين، سوينا 6 ب6، سوينا بلاي اوف، كل شيء سوينا دمج، ولكن لا زالت المنافسه محصوره على فريقين وممكن فريق ثالث يدش. طالما الانديه ما قاعد تعمل، طالما الانديه ما قاعد تختار محترفين مميزين، طالما الانديه ما قاعد تختار نوعيه مدربين ملائمه لنوعيه اللاعبين اللي موجوده في الدوري الكويتي، انت هني يبقى عملك منقوص بشكل كبير. لذلك الدور هذا يرتبط بالانديه بالمقام الاول وايضا بالاتحاد. فانت عندك مشكله، انت كاتحاد كجهه مسؤوله ممكن انا اسوي اللي علي يعني، وانت تشوف هذا النظام، وانا اقول لك نجاح النظام مرتبط بعمل الانديه، نوعيه المحترفين. يعني على سبيل المثال انا اليوم حضرت مباراه مثلا قادسيه والكويت مثلا، ولا القادسيه والعربي، اليوم كم محترف موجود بالملعب؟ 5 ب5، 10 محترفين. يفترض ان على الاقل نوعيه المحترفين الموجودين لو 4 محترفين، خل 6 يمشون الامور على قولتهم، يعني بنسولف بالعاميه يعني. ولكن محترف واحد هو اللي فارق، وال9 حالهم حال اللاعبين المحليين. وين التنافسيه اللي سد خانه بس؟ هذه يعني في مشاكل حتى بنوعيه اختيار المحترفين، يجب ان يكون عندنا. حمد ليش نوعيه اختيار المحترفين؟ تدري ليش؟ غالبيه الانديه عندنا في الكويت تشتغل على رده الفعل، ما تشتغل انه حتى لو انا متصدر او حتى لو انا قاعد افوز بس طبيعي عندي اخطاء. ما قليل يمكن ما في اصلا نادي يشتغل بهالطريقه. يشتغل متى يشتغل؟ لما تصير نتائج سلبيه يبدي يشتغل تحرك. مع رده الفعل. صح. عرفت؟ اذا كانت ردة فعل الجمهور، ردة فعل لا مو زينه، يلا خلينا نشتغل. لكن حتى لو انا وضعي زين نشتغل، ما قاعد اشوف هذا الشيء. اكيد حتى اختيار المحترفين. على سبيل المثال ابو جابر، انا اجيب لي واحد اسم مثلا لعب مثلا باسبانيا ولاعب بايطاليا ولاعب عندك سام مرسي مثلا على سبيل المثال. مو شرط ان يعني الاسم لازم هو يكون، لا انا باعتقادي ان نوعيه المحترفين اللي احنا لازم تكون موجوده بالكويت نوعيه محترفين ما لا ملحين في بدايته. انا بيك على المحترفين لان راح نتكلم عن انتقالات الشتويه الان. راح نفتح الموضوع بشكل موسع، لكن بروح حق كابتن ثامر نفس النقاش. تشوف ان اليوم نظام الدوري ممتاز والخلل في جوده تنافس الانديه، ولا النظام نفسه خصوصا في القسم الثالث اللي تقلص؟ هو كان ذهاب واياب، قسم ثالث ورابع تقلص اللي بسبب الضيق الرزنامه الى قسم ثالث. تشوف هذا التقليص او هذا القسم الثالث عبء على الأندية؟ هي كلها عوامل مشتركة كابتن حمد اللي ذكرها، كابتن فهد، كل شيء قاعد تذكره ترى صحيح، ولكن في شغلات أنت تحتاجها عشان تزيدك. يعني كمثال، لو كان الأول والثاني والثالث والرابع مثلا يشاركون في مشاركة خارجية، هذا الخامس والسادس راح يلعب على الرابع. المكافأة المادية بالضبط. إذا كانت متوزعة على الرابع مثلا والخامس والثالث كل بالمبالغ مادية، أنت ممكن تحفز الفرق. فأنت قاعد تتكلم إن في حل بديل، إما المشاركات الخارجية أو المادية. فهذا أحد الحلول اللي يخلي الفرق تلعب لغاية الجولات الأخيرة، إن الفوز تعطيه مثلا مبلغ أو تحقيقك لأي مركز تحصل على مبلغ كمثال يعني. فهذه كلها عوامل يعني تغير من السيناريو اللي أنت ذكرته اللي هو في الجولات الأخيرة تشوف فريقين بس تنافسون. ترى هذا سيناريو مكرر بالسابق، الكويت والقادسية صحيح، احنا الكويت والعربي. فهذا على مر السنين نفس السيناريو قاعد يتكرر. ولكن النقطة الأهم هي طريقة الدوري، أنا أشوفها ممتازة إذا كان في عوامل مساعدة للمراكز، لتحسين المراكز، خصوصا نتكلم عن المركز الرابع والمركز الخامس، سواء كان مشاركات خارجية أو من الناحية المادية، راح يطور من مستوى الفرق ويخلي الفرق تلعب لغاية الجولات الأخيرة. زين، الحين بنروح حق الانتقالات الشتوية. ايش رايكم بعمل الأندية في الانتقالات الشتوية؟ القادسية الآن أتمم صفقتين وفي بحث عن صفقة ثالثة. كاظمة 3 صفقات، العربي صفقة وصفقة إعارة،
تشوف هذا عمل متاخر تصحيحي؟ والله هو شوف يعني قصدي ان التصحيح بس متاخر. ترى هذا دليل على كلام حمد اللي قال لك اياه بالضبط. انا عشان كذي قاعد اقول لك، عشان كذي قاعد تشوف فيه تغيير. انا بقول لك شغله، الحين نتكلم مثلا على نادي القادسيه وهو نادي مثلا، عطني محترف من 5-6 سنين كمل مع نادي القادسيه موسم كامل، قليل يعني، يمكن محترفين يمكن. اعتقد جيبولا لعب موسم، ممكن الصولة لعب كمل موسمين يعني. صولة لو موضوع الايقاف يعني اقول لك يعني بشكل عام يعني، لا حتى قبل الايقاف الصولة كان عليه كلام ان اداءه وكذي والامور هذه، ان القادسيه مو بحاسبه. لكن يعني بشكل عام انا باعتقادي ان نادي القادسيه يعني حتى في عمليه اختيار المحترفين يجب ان تكون ايضا مختلفه يعني بشكل تام، لان نادي القادسيه مر فتره من الفترات لم يوفق باختيار المحترف. محمد شلون مختلفه؟ لا يعني هذا كلام عام، انا ابي تفاصيل اكثر عشان يستوعبها المتابع. على سبيل المثال يعني انا بتكلم عن هالموسم، انت وقعت مع كهرباء، ووقعت مع كيبانو، ووقعت مع فيكتور، ووقعت مع بوشار. الخمسه هذيل انا بتكلم واحد محمود كهرباء يعني مع نادي الاتحاد لما كان بنادي الاتحاد، بعدين اختفى محمود كهرباء. فمحمود كهرباء اصبح اسم فقط لا غير، وحتى مكانه بالملعب محمود كهرباء ما يلعب راس حربة، محمود كهرباء يلعب على الاطراف. من عندك على الاطراف؟ عندك فنيني، وعندك عيد، عندك كيبانو، وعندك الصولة. هذول 4 لاعبين، ووقعت مع كيبانو. نقول كيبانو وقعت معاه بشكل متأخر. يعني انت توقيعك مع كهرباء انا باعتقادي يمكن حتى اللي وقع معاه مو مقتنع بنادي القادسيه. انا على يقين تام يعني. وقع معاه قالوا انا على يقين تام، وهذا الكلام انا مرفوض مع احترامي يعني. حتى اللي قالوا ان العذر المدرب يتحمل، لا مو كيف المدرب، مع احترامي له، مو كيف المدرب يسوي اللي يبيه. فهد سامع يقول مو كيف المدرب يسوي اللي يبيه، لان انا كاداري وانا كمسؤول على الفريق لي ايضا لي وجهه نظري. صح المدرب لا وجهه نظره، لكن انا ايضا لي وجهه نظري كاداري وكمسؤول على الفريق. مع احترامي كهرباء مستحيل مستحيل افكر اني اوقع معه، نظرا لان الفريق مو بحاجته يعني. بس دقيقه، انا فهد انا بس ابي فهد يتداخل معاه، لان فهد انت تقوم بالدور هذا. صح اتكلم ابو عبد العزيز. اي نعم تفضل ابو عبد العزيز. انا كنادي او فريق كرة قدم ابى اوقع مع مدرب جديد، بدايتها عندي يكون اكثر من مدرب. كل مدرب يعطيني خلينا نقول ما بقول لك يعني تحليل بسيط عن الفريق اللي بيمسكه، وانا بعد ذلك اقرر اي مدرب اقرب. كل واحد يعطيني تحليل بسيط، وانا بناء كل هذا بناء على السكواد اللي انا اعطيه. هذه قائمتي، وانا عندي هذول. بس عفوا فهد، عشان المشاهد يكون متابع معانا، منو اللي يقوم بهذا الدور بجهة النادي؟ منو الشخص اللي بالنادي يقوم بهذا الدور؟ ما ادري الحين في الغاتيه والله ما انا اتكلم بشكل عام، الحين بتكلم عن تجربتك. في مثلا في نادي لنا يقوم فيه رئيس النادي. احنا يمكن 4 أو 5 نجتمع مع انا ابي كشرح عشان المشاهد. بالصيف اجتمعنا مع اكثر مدرب، قعدنا في زوم، يعطيني تحليل بسيط عن الفريق، شنو نقاط قوه، شنو نقاط الضعف، شنو يحتاج فريقك. عنده نقص في كذا كذا كذا، ضعيف في كذا كذا كذا، نحتاج نطور كذا، نسوي كذا. اشوف المدرب الثاني واشوف المدرب الثالث واشوف المدرب الرابع على حسب كم مدرب عندك، وانت تقرر شنو الانسب لك. بعد ما اقرر اقول انا الحين قعدت مع مدرب خلاص، اعطاني سياسته، اعطاني شنو تصوره على الفريق، فانا اعرف هو شنو محتاج. هني انا اقوم اعطيه، خلينا نقول انا اعطيه لاعبين. تبي شنو نوعيه، شنو البروفايل اللي تبيه من المهاجم او المدافع او لاعب الوسط؟ اعطيه 4 5 10 20 اللي يشوف، وهو يحدد يختار، وناقشه ليش اخترت هذا على هذا، احنا نشوف هذا افضل. عادي نقاش فني. شوف اللي يقول لك تصير في مشكله في النقاش الفني يعني كذب عليك من الاخر. النقاش الفني ما راح يصير فيه خلاف، هو اختلاف في راي. المدرب يقول كذا، اقنعني ليش تقول هذا. انا ابي العب في طريقه كذا كذا، واحتاج هذا اللاعب لان عنده مقومات وامكانيات يسوي لي اياها. صاحب القرار منو؟ فهد.
صاحب القرار اللي من اللي يحط المدرب. الرئيس النادي. خلينا نقول ان الرئيس حط النادي. اذا هو معطي احد الصلاحيه الكامله انه هو يمسك كرة القدم، فهو المسؤول عن هذا. لا ابو صقر انا سؤالك، لكن في نادي القادسيه انا ما ادري والله. لا ما ادري. لا انت الحين انا بكلمك على كهرباء مثلا عشان الاصوات بس. لا انا قصدي انه هو الحين اختار المدرب مثلا نفرض عطني الاسس اللي اخترت عليها كهرباء. ادري بس انا الحين مثلا معلول اختار اللاعب المحترف اللي هو مثلا ككهرباء. تمام. زين بالنهايه انا ناقشت المدرب وتكلمت معاه وقلت له عطني وقال لك كيت وكيت وكيت. بالنهايه منو صاحب القرار؟ ادري انا معاك. ادري بس انت الاسس في اسس، انت اختيارك. ادري بس فهد الحين قاعد يقول لك انا راح اناقش المدرب. أوكي. ولكن من النهايه المدرب له وجهه نظر. صحيح. فانا غصبا علي راح احترم وجهه نظر. بس انا اخترت هذا المدرب. انا مو بحاجته. انا الحين كمسؤول ادري منو اللي يحددها. المدرب يقول لك انا بحاجته. اي بس هو الحين كلام فهد واضح. انا فاهم بس انا قصدي يعني بالنهايه حتى لو ناقشت المدرب بالنهايه بيقول لك انا احتاج. اذا ما اقنعك يمكن تقنع المدرب. ما هو النقاش يعني قصدك بالنهايه جابر هو النقاش راح يوصل للنتيجه لما مثلا انا اقول لك انت جاي براس حربه وانا اقول لك عندي 3 رؤوس حربه. نستغني عن منو ونقعد العرب. انت يعني يوصل كذي الموضوع. جابر نادي القادسيه كلنا شفناه شنو المركز اللي عانى منه نادي القادسيه بالسنين اللي طافت؟ راس الحربه. صحيح ولا لا؟ ابو عزيز تدري حمد وين بيوصل لك النقطه؟ ايه تدري حمد وين بيوصل لك النقطه الاول المدرب يقول انا مصر على هذا هذا راي ابو جابر. ابو جابر يقول شنو ايه خلاص بوصلها الى اخر شيء. تمام. من اللي راح يجيب للاعب المدرب ولا النادي؟ نادي طبعا. خلاص يقدر يقول لا احنا ما نقدر ما صارت نفاوض، ما نقدر نتفاوض مع هذا اللاعب او في مشاكل مع هذا اللاعب. خيار ثاني. يعني انا ابو جابر لو مثلا الحين كهرباء عندي عليه فهم؟ لا ابو صقر عندي كهرباء مثلا وعندي لاعب ثاني ارقامه افضل من كهرباء. اذا صار المدرب على كهرباء اكيد في شيء، يعني هذا امر غريب. من اللي اختار كهرباء؟ المدرب معلول هو اللي قال، هو اللي فرض اسم كهرباء. هل معناته الاشخاص او المسؤولين اللي يناقشون كهرباء ما عندهم خلفيه زينه فنيا؟ هذا السؤال يطرح نفسه. شلون يعني انا الحين المدرب معلول اختار كهرباء تمام، ولكن بقناعات بعد ما شافوا مستوى كهرباء قبل لا يوقع مع القادسيه مستوى مو زين. صحيح. فهل اللي ناقش معلول ما اقنع ان كهرباء مو زين؟ معناته ان اللي ناقش معلول فنيا مو زين. لا هو مو فنيا مو زين، ولكن يعني ممكن ما صار نقاش، يعني ممكن عطوه يعني سياسه نادي القادسيه هم لهم وجهه نظر بسياستهم. لا بس حمد عشان نوضح، احنا قاعد نتكلم عن فكره، مو يعني ما قاعد نحلل احنا قاعد نتكلم عن الفكره بشكل عام، فاحنا ما ندري ايش اللي صار يعني الصلاحيات بين نادي القادسيه وكهرباء. انا قصدي صوت عالي. اي بس احنا نبي نتكلم عن الفكره بشكل عام. نفكر بصوت عالي. هذا اللي قاعد يقول عنه حمد، ترى هذا النقاش قاعد يتكلمون عنه الكل، القادسيه والعربي بالضبط. انا اقول لك نتكلم عن فكره. ما يختار محترفين، قالوا القادسيه في مشكله باختيار. لا لازم في تعاون ابو جابر، لازم في تعاون. بالضبط. انا الحين مدرب مثلا فهد الانصاري قال لي حمد انا احتاج مهاجم كذي كذي كذي، انا احط له المهاجم هذا وانا احط له الارقام، احط له ارقام واحط له حمد تدري شنو علامه الاستفهام الكبيره؟ تدري شنو علامه الاستفهام الكبيره؟ هو لو ما كان كهرباء منو كان؟ كان حمد الهوني. ايوه برافو عليك يا ابو عزيز، كان حمد الهوني صح؟ صحيح. الاثنين بروفايلات مختلفة، هذا يلعب على الطرف وكهرباء في السنوات الأخيرة قاعد يلعب مهاجم. أنت مو عارف احتياجك، أنت تبي مهاجم ولا أنت تبي وينج؟ إذا أنت مو عارف احتياجك هذه مشكلتك. زين أنا بروح الحين بشكل أوسع حق الفكرة بشكل أوسع. اليوم أنت شنو مدى الصلاحيات المدرب في اختيار اللاعبين؟ يعني هذه الصلاحيات من يعني احنا دائما نسمع المدرب والإداري، أنا أملك كافة الصلاحيات، نبي نعرف حدود الصلاحيات. ما انكم اصحاب تجارب يعني. صلاحيات المدرب مرتبطه بالمنطق والعقل، وايضا في وجهه نظر يجب ان تكون متفقين عليها كمسؤول بالفريق وكجهاز فني، كجهاز اداري وكجهاز فني. انا كمسؤول بالفريق كجهاز اداري لازم اتكلم مع المدرب، لازم اعرف نوعيه اللاعبين اللي يبي يختارهم، لازم اعرف نوعيه اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق، لازم اعرف شنو طموح المدرب، لازم اعرف شنو هدف المدرب. صحيح. لازم في التفاصيل اشتغل معاه. هذه حاله صحيه وهذه طبيعيه. انا الحين على سبيل المثال ترى اكبر الانديه يا اخي بيريز، شوف بيريز مع ريال مدريد، هذا السكواد اللي عندي انا تعامل معه، انا محتاج لاعب كذي، انا محتاج لاعب كذي، وفي امور، لكن انا المقصد انه يكون في اتفاق،
ومنطقي يعني انا ما يصير اقول الحين اوقع مع حمد العنزي وعندي لاعب انا مقول 30 جول بالموسم اللي طاف وحمد العنزي مقول جول واحد، اوقع مع حمد العنزي. كلمني بالعقل والمنطق. ليش اكلمك بالعقل والمنطق؟ لان انا نادي القادسيه، انا راح احاسبك وانا راح احاسب نفسي، وانت راح تطلعنا بشكل مو زين قدام الجمهور وقدام الناس، وراح يحاسبوننا الناس. وهذا اللي حصل في نادي القادسيه. الحين شنو سوى نادي القادسيه؟ الخطوات اللي صارت شنو سوى نادي رايك القادسيه؟ انا الحين نادي القادسيه تمام، وقع مع ابي راس حربه، راح يعمل باعتقادي راح يعمل يعني شيء زين للثلث الهجومي لنادي القادسيه. يحيى حميدان من اللاعبين المميزين، لاعب يمتلك امكانيات كبيره، وانا باعتقادي يعني هو اللي راح يكون يعني نقطه تحول من نادي القادسيه. من اللي اختار هذا؟ ما عندي علم. شوف هذه المشكله يعني. قاعد اقول لك الحين تقول ان اللي اختار بدايه الموسم شخص ثاني الحين اختار في بنص الموسم، مصيبه اكبر. طبعا ابو جابر، انا ليش اقول لك لازم يكون في اتفاق، لازم يكون في كلام، لازم يكون في حديث. صحيح. حتى لو اصر المدرب ما يعني هي مو على كيفك، بما معنى ان لا انت فيها قل احترام. لا احنا محاسبين. صحيح. احنا مسؤولين، احنا راح يحاسبنا الجمهور، راح يحاسبنا الناس، واحنا انت كمدرب راح يحاسبك. الحين انا ليش 5 محترفين يا رجل القادسيه ما استفاد الا من واحد بس، ويظهر بهالشكل هذا مفترض يحاسب المدرب. لكن صحيح. نادي القادسيه ارتأى ان يكمل مع المدرب ويعطي الثقه للمدرب، بس ورد المدرب. اللي فهمته من كلامك انه صار في تقليص لادوار معلول. لا مو تقليص، لا ما في لا ما فيها تقليص. توضح عشان لا ما فيها تقليص لادوار، فيها ان انت يعني يجب ان يكون راينا مشترك وفي تناغم بالراي وفي تناغم بالعمل. انا كمسؤول على الفريق لي راي ولي وجهه نظري، وانا بحاجه للاعبين يعني مقنعين بالمقام الاول كارقام وكاحصائيات والامر المهم انا اشوفه. نبيل معلول يعني يقال انه هو يعني صاحب قرار، دائما هو رايه اللي يمشي، ودائما هو مو بالضروره لا فهد اشتغل معه مع المنتخب، يعني يعرف شخصيه الكابتن نبيل. هذه المعلومات اللي انا يعني وصلت لي انه هو دائما يكون صاحب قرار. مو بالضروره ابو جابر، انا اتفق وياك، بس هو الحين ترى نتائجه السلبيه اللي ظهر فيها ترى هي الحين اللي خلته يدش بهالمناقشات هذه ويكون يعني عامل مشترك. ولكن النقطه الاهم هو عمليه اختيار اللاعبين. اعتقد انه في الوقت الحالي افضل من بدايه الموسم. جابر انا بسألك سؤال، الحين تفاصيل نادي القادسيه والاحداث اللي قاعد تصير بنادي القادسيه والامور اللي قاعد تصير بنادي القادسيه، منو يعلم فيها؟ معلول يعلم فيها اكثر، معلول ولا الجهاز الاداري؟ اكيد الجهاز الاداري طبعا، والناس المسؤولين عن الفريق، رئيس جهاز الفريق. لذلك انا كمدرب كجهاز فني يفترض ان توجيه التركيز على الكلام اللي قاعد يقولونه الجهاز الاداري والجهاز الفني، وانا عفوا الجهاز الاداري ورئيس الجهاز. وانا متاكد، عندي يقين تام ان اختيار معلول، اختيار كهرباء يعني ما كان باتفاق كامل. وحتى لو كان في اتفاق انا ما اعتقد ان هم مقتنعين اصلا بوجود كهرباء بالفريق. لكن هذا الريسك وهذه المجازفه يفترض انها توقف قبل لا تتم. زين كابتن فهد، اليوم ما تشوف ان الكويت ما كانت بدايته موفقه في اختيارات المحترفين، ولعب نص الموسم لشهر 12 وهو عنده خانه فاضيه؟ هل هذا بسبب جوده نادي الكويت في المحليين عاليه، ولا سوء بدايه منافسينه اللي خلاه حتى هو بادي بدايه مهزوزه يتصدر الدوري؟ الاجابتين صحيحه ابو عبد العزيز، لكن الاهم اني انا اعرف شنو ينقصني من الفريق، شنو محتاج اعدل، وان كنت زين شنو لازم اطور. يعني انا كنت 70-80%، ابي اوصل ل 90. طيب ونادي الكويت يعني خلينا نقول التغييرات اللي يعدلها، شوف استعجل على انهاء عقد سام مرسي من ثالث جوله تقريبا. ما عندي خبر يعني هو انهى عقد سام مرسي، واللاعب تم يتمرن مع الفريق بدون لا يوقع مع بديل. ليه اللي دومبيا ما عنده نادي وسجله ولعب نهائي كأس سمو الامير. لا شنو السبب مشت سام مرسي؟ يعني هو بعد الطرد، انا قصدي بعد الطرد مواجهه العربي ما كانوا بالمستوى وبالثلاث مباريات ما قدم مستوى. انا قصدي ما صبروا عليه. انت تشوف هذا شيء ايجابي ان تحكم على محترف من 3 مباريات فقط، او انه خلاص؟ لا طبعا لا انا مع ان اعطي وقت للاعب، لكن قد يكون
الله اعلم اذا كان السبب هذا الطرد، لا طبعا هذا امر غير صحيح. احنا بنتكلم عن الامور الفنيه طبعا، اي امور خارجه عن نعم. ايه انت تشوف فنيا 3 مباريات كافيه. اللاعب مع الفريق في الصيف، اللاعب لعب مباراه وديه، اللاعب حضر مع الفريق، مو معقوله. واعتقد ترى هو انطرد في وديه مع كاظمه وانطرد امام العربي، وكنا انطرد بالمعسكر. مو معقوله انا ما لاحظت فيه اذا كان هو سيء. يمكن هذه تكرار الحالات حتى سبب انا مختار اللاعب بناء على شنو طيب شو الادوار اللي بيسوي لي اياها. انا مختار اللاعب 6 اللي قادر اللي يطلع لي الكره، ولا اللاعب ال6 الدفاعي اللي عنده قدامه 2 8 هم قادرين يتحكمون في رتم المباراه. حسب شنو انا ابي. سبب استبعاده هل هو قرار فني او اداري؟ هذا عند نادي الكويت. لا طبعا احنا نشوف الامور الاداريه هذه ملك الانديه، احنا دائما نناقش حتى ان كان فني. خلينا نفترض انه هو فني معناته انا بركز على الجانب اللي شفناه بالملعب. ان فنيا نادي الكويت اخطا في توقيع هذه النقطه اللي اذا كان فني. ليش انا وقعت مع سامرسي وانا عارف ان هذه امكانياته، عارف انه لاعب يلعب شرس قوي، 6 الدفاعي اكثر من انه ما يطلع الكره ويلعب على قدام. كبدايه انت ليش وقعت معه وانت عارف ان هذا اذا كان الامر فني؟ انا اتكلم. لا بس وين كابتن فهد؟ انا النقطه اليوم انت تشوف بشكل عام 3 مباريات كافي انك تحكم على ان هذا اللاعب انسجم مع المنظومه ولا لا، قياسا مع المباريات بعد الوديه. اكثر من 3. لا طبعا. لا بس اكلمك مباريات رسميه. لا مستحيل. مو قد تكون في، خلينا نقول في اللاعب تبين مثلا شخصيته، الكاريزما في الملعب، قيادته في الملعب. هذه الامور تبين حتى من اول تمرين ممكن تكون. لكن من 3 مباريات احكم على لاعب انه هو سيء الا اذا هو اظهر لي يعني عكس هذا تماما. صحيح. يعني اذا كان فعلا سلبي على الفريق. اي نعم. زين كابتن ثامر. بس ترى الحين انا اشوف اختيارات المحترفين في الوقت الحالي بالانتقالات الشتويه صراحه افضل من الصيف. هذا اللي بيقول يعني انا بروح لك حق نادي كاظمه الان. نادي كاظمه 3 صفقات. نادي كاظمه 3 صفقات بس الحين ما شفناهم. بس قصدي اسامي يعني معروفه تقريبا. لكن انت لازم تشوفهم. خلنا باللي احنا شفناه. مثال مهدي الحميدان مال القادسيه صراحه اختيار جيد. بلاي كوميل مال العربي اختيار جيد. شو اسمه دومبيا مال الكويت. دومبيا قبل الشتويه. اي بس اقصد يعني اختيارات مو بالصيف. يعني هذه كلها اختيارات كانت متاخره. حتى ابلاي مع الغد، مع انه ترى الاوبشن يعني سوى حل. يعني خيارات اللي عندك بالصيف اكثر من الانتقالات الشتويه. بالضبط هذا اللي بوصل لك طبعا. هذا شوف هذه احيانا النتائج السلبيه او نتائجك او مستواك السيء ترى يخليك تراجع نفسك. صحيح. يخليك تصحح من اخطائك، يخليك يكون عندك دقه بالاختيار اكثر. فهذه عوامل انت قاعد تشوفها في نص الموسم، ولكن الموسم تقريبا بطوله خلصت، بطولتين خلصت، انت خلاص طلعت برا المنافسه. مجابر بدايه الموسم تتكلم عن انديه كبيره، يعني يفترض انه يكون الاختيار يعني ما يخرش الميه على قولتهم. يعني ما في مجال ان انت بشهر واحد ان انت تبدل. يعني مثلا على سبيل المثال الحين العربي والقادسيه مثلا يعني يحتاجون يبدلون يمكن 3 محترفين. هذا عدد كبير. لما انت تشوف منهم العربي نفس سكرنا ملف القادسيه. انا بدي اروح على العربي عوده كوميل والاستغناء عن كريستوفر جون والابقاء على ايوالا طبعا ومرموق وفاديقه والمهاجم زيد قنبر. تشوف هذه الخيارات الانسب ولا محتاجين يغيرون؟ 100% انا اشوف هذا الخيار انسب، خصوصا يعني كوميل شفناه الموسم اللي طاف كان يعني كوميل قرار رحيل كوميل كان المستقبل بالضبط. يعني كان فارق يعني مع خصوصا العربي. يعني انا يعني انت ما كملت مع ناصر الشطي، بعدين رديته، بعدين ما كملت مع محترفينك، بعدين رديته. هذه بس اليوم حمد اليوم جمهور العربي غير مقتنع في زيد قنبر، يقول لك مهاجم غير هداف. احنا يعني من نسبه التهديفه هدفين او 3 زيد قنبر هذا كلام الجمهور وانتم اصحاب الراي. يختلف. زيد قنبر انا باعتقادي من افضل المهاجمين اللي موجودين حاليا في الدوري الكويتي. انا ما اتكلم عن الاقوال، هذه الاقوال خلها على صوب. انا اتكلم شوف تحرك اللاعب، شوف شلون يضغط، شوف شلون يستلم الكرة، شوف شلون يصعد اللاعبين، شوف شلون ما يعطي مجال اصلا حق لاعبين وسط الفريق الخصم او لاعبين قلب. شوف شلون يلعبوا ظهر المرمى الخصم. هذه النوعية من اللاعبين اصلا تعمل يعني
تخلي اضافه كبيره حق دورينا. انا اكلمك اليوم عقليه او براي الجمهور. اليوم الجمهور هو المحرك للعبه. صحيح. يقول لك كل هذه الجوده اللي انت ذكرتها ما منها فائده دام ما في احد قاعد يترجم. يعني انت قاعد تلعب فيه، يعني المفروض هذا يكون مهاجم ثاني مثلا وفي احد يخدم عليه بال18. هم قاعد يشوفون ان تركيبه العربي الهجوميه عقيمه. تمام. انا اتكلم كجوده لاعب، ما في احد يختلف عليه. يعني افضل هو ولا خابه كان كخيار فني خيار إيه؟ والله يعني انا اشوف ما يعني ما في فروقات كبيره بينهم. يعني ممكن خابه قدم على المرمى يعني الموسم الاول بالموسم الاول قدم على المرمى كانت جميله وممتازه يعني. لكن زيد غنبر كلاعب انا اقول لك لاعب ممتاز، قيمه صراحه فنيه في الثلث الهجومي للنادي العربي. شيء يعني شيء انا باعتقادي يعني خل مساله ان التسجيل ما تسجيل، لكن بشكل عام لاعب يملك جوده كبيره صراحه. فاديكا وكريستوفر. ابو عزيز فاديكا انتقالات شتويه يفترض ان تكون اما تصحيح خطا فني او سد نقص او احتياج او اصابه. لكن ان كان حل جذري ان كانت هي حل جذري، تخيل انا غير 3 من 5 او غير 4 من 5 فيعتبر هذا حل جذري. غالبا راح تفشل حتى لو كانت جودة اللاعبين الموجودين أعلى، لكن مو في هذا الوقت. أنت محتاج في هذا الوقت إنك تصحح، معناته أنت بديت غلط. أنت بصيقرت إنك غيرت نص الفريق. لو إنك تمشي بس ما راح تمشي لوين توصل، عرفت؟ بالضبط. خصوصا ان حتى الوقت كابتن فهد انت قاعد تتكلم ان الدوري رايح منه 12 جوله، والان بطوله كاس سمو العهد خلاص باقي مباراه واحده، فمتبقي بطوله اصلا. والله واحده صح. بس ابو عزيز حسابيا ترى 12 مباراه باقي 12 جوله والفرق 8 نقاط حسابيا. لا ما اكلمك على الاول والثاني، انا اكلمك على كل الانديه. لكن باكد كلام ثامر قال كلمه واعتقد انها صحيحه. لو نفرض نادي الكويت يوقف، هل تعتقد ان القادسيه والعربي راح يكملون او راح يستمرون بالفوز؟ طبيعي راح تكون، ما بيقول لك مستحيل لكن صعب جدا. زين انا بروح معاك حق نقطه النادي العربي. تشوف فاديكا افضل استمراره من كريستوفر على حسب المركز. انت الحين قاعد تشوف يعني وتحلل الدوري. انا اشوف، انا واحد من الناس انا يمكن اختلف عن الكل. انا عندي كريستوفر لاعب اقل من عادي. انا يعني انا يمكن انا اختلف لما تقول لي لاعب دائما ما يعطيك فارغ داخل الملعب، لاعب شوفه حتى طريقه لعبه سلبيه، هذا مو محترف. لا يعني اعطيك مثال، يوسف ماجد دخوله حتى لو كان في أسوأ أحواله يسجل هدف، في فعالية. كريستوفر لاعب ما تدري شنو اللي يبي طوف، يبي شوت، ما تعرف ولا حتى طريقة لعبة تخدم زيد غنبر. عشوائي لاعب يعني عشوائي. أنا أقول لك يعني لما تكلمني على مثلا إيوالا، لاعب عنده مهام دفاعية، عنده مهام هجومية، لاعب جيد، لاعب حتى إيوالا أبو جابر الفترة الأخيرة أنا ما قاعد أشوفه يعني هم مستواه مو متذبذب يعني. صحيح. لكن انا اشوف ترى انا عندي نقطه مهمه، كثره تغيير الظهير اللي خلف اللاعب ياثر عليه بشكل كبير. انت قاعد تتكلم على لاعب طرف، اي تحرك خطا ياثر عليه. فانت كثره التغيير ترى تاثر على ايواله. زيد غنبر تبي لاعب بكره هوائيه جيد، تبي لاعب كمحطه جيد، تبي لاعب يضغط على الفريق المنافس جيد، تبي لاعب اذا واجه المرمى خطر جيد. لاعب يعني انا بالنسبه لي واحد من افضل المحترفين. هذا السيناريو ترى كان موجود عند الدالي في الموسم الماضي. دالي قبل موسم 2020 اخذوا العربي الدوري. دالي ولا قصدي خابه؟ لا قصدي مال عفوا مال لواتي عماد العام لواتي ترى كان نفس الاداء بالضبط، ولكن فيه هبوط في مستوى. اختيارات المحترفين في النادي العربي ترى على مر السنين في لاعبين الاطراف دائما تكون جدا ممتازه. السنوسي، صوله، ايوالا، في اكثر من لاعب تشوفهم يصيرون نجوم. ولكن النقطه الاهم اللي انا قاعد اسمعها بالسوشيال ميديا ان كابتن ناصر الشطي لغايه الان ما اختار المحترفين اللي يبون يخدمون طريقته او اسلوب لعبه. ولكن انا اشوفها ان محترفين النادي العربي جيدين، ولكن المشكله الاكبر هي بكثره تغيير مكان فاديكا. اللاعب المحترف بدايه الموسم كان انت تشوف وين انسب مكان لفاديكا؟ خلف المهاجم او في مكان ايوالا. اشوف ايوالا يكون في تدوير داخل الملعب، ان اخلي ايوالا يكون في جهه اليسار، بعدين اشوف فاديكا في جهه اليسار، اشوف فاديكا خلف المهاجم. احيانا حتى اشوف توسيعه الملعب. يعني اليوم فاديكا لما شفناه بجهه اليمين انت راح توسع الملعب، فعلى حسب شنو الظهير اللي يكون خلف اللاعب الطرف.
يعني ما يصير انا احط لاعب بقدم اليمنى في الجهه اليمنى وابي ظهير يتقدم، انا قاعد اناقض نفسي. ولكن لما يكون العكس دخول الى العمق احتاج الى ظهير يصعد. فهي كلها يعني اليوم مباراه اليوم الظهيرين في نادي العربي ما كانوا موجودين. صحيح. زين كابتن هذه فهد، نقطة مهمة. فهد بروح معك حق نقطة. تشوف الآراء اللي تقول إن الدوري الكويتي غير جاذب للمحترفين منطقية، ولا هذا عذر يتخذون الأندية عشان يعني يغطون على خياراتهم الغير مناسبة؟ شوف ابو عزيز، غالبيه اللاعبين بالذات الاجانب لما تتكلم او تفاوضه بالذات في السنوات الاخيره يبي يدور عن مشروع. شو المشروع النادي؟ يقول لك شنو هدفكم؟ شو البطولات اللي يشارك فيها؟ قوه الدوري، مشاهدات الدوري. ليش؟ هذه تعطي اللاعب نفسه عمر اطول. لما اروح دوري ضعيف ما في كل ما ذكرته، ممكن العب سنه سنتين، بس بعدها وين بروح؟ هل بعدها اقدر اطلع من هذا الدوري اروح مكان ثاني؟ لذلك غالبيه اللاعبين الحين خلاص صارت في ثقافه عند اللاعبين كبيره، بالذات اللاعبين الاجانب. ابي مكان يطلعني من مرحله اعلى، مو مرحله اقل. بس بخصوص ان اليوم اختيارات ان تقدر تلاقي لاعب بسعر بسيط لكن يناسب منظومتك، مو شرط تجيب اسم وتختلف معاه بنص الموسم. انا نعم، اقصد نعم. في خلل بالخيارات. نعم في خلل في الخيارات، وانا اللي قاعد اشوفها اصلا ما في حتى جرأة في الخيارات. في لاعبين صغار بس ان خلينا نقول يحتاجون فرصه، ويحتاج جهاز فني توظف هاللاعبين. احنا للاسف اول شيء نبي نتيجه سريعه، نبي لاعب على طول يفرق. في لاعبين صغار ممكن يفرق مع المجموعه. في فرق ابو عزيز الحين اذكر لك فرق صدقني فيه نجوم، لكن داخل الملعب هم يشوفون نفسهم انه ما في نجوم. الكل يلعب للكل. على سبيل المثال واحد من الفرق او واحد عفوا من اللاعبين الاجانب لعب في فريق كبير، كنت اتكلم معاه عن فتره زمنيه معينه شلون الفريق هذا كان ممتاز. قال تدري ليش؟ كان في نجم بالفريق، مشى هذا النجم. اذا فهد اذا تقدر تقول الاسم عشان التجارب هذه توثيقها مهم حتى حق المتابع. فريق من الفرق الاربعه في السعوديه. اي بالضبط. فيقول لي الكل صار يلعب للكل. انا اركض عن فلان وفلان يركض عن فلان، والمدرب يقول الكلام هذا ما في نجم. تخيل نجوم كبار يقول لهم ما في ميسي من الاخر. هذه الكلمه دارجه في كل العالم. صقر انت ودليل على كلامك. ليش احنا باريس مع انريكي مع امبابي مع ميسي مع المجموعه هذه صحيح. نيمار يعني استغنى عن الحين استغنى عنهم كلهم يعني. انا بعطيك مثل هذا ريال مدريد. لما تشوف يعني سبب خلاف، خلينا نقول الخلاف اللي صار بين فينيسيوس والونسو، لما هو يشوف نفسه انه هو اللاعب الاول في مدريد او في العالم، من المتضرر الاكبر؟ المتضرر كان ريال مدريد. صحيح. وفي اوقات لما كان يلعب للمجموعه تشوف مدريد مختلف. فهد قبل لا اختم معك عشان لا نطول عليك، تعتقد حمد العنزي من اللاعبين اللي عنده ثقافه يحتفظ بتيشيرتاته وقمصانه وكذي؟ لا كبت ما عندي بالبيت انا. كبت بالسياره. بالسياره كل شيء كبت ما عندي معلقه بدريشه. انا قبل الختام بس في تيشيرت انا اعتبره من التيشيرتات التاريخيه في الدوري الكويتي، لانه شهد على حادثه. حمد تذكر هذا التيشيرت؟ مع الدخيل انا اخذته منك. هذا شهيد. هذا منك الصحفي عبد الله الشايع. الله. تذكر حق اي مباراه هذه مباراه الكويت اتوقع اللي شوف ما شاء الله عليك. شوف مشكور. هذه فهد، هذه مباراة يعني اعتقد هي تسجل في تاريخ الدوري الكويتي. هذه مباراة اللي تسمى بمباراة حميد عرب. هذه المباراة اللي توقفت في الدقيقة 85 وكملت بعد يومين. انتم شاركتوا بالمباراة. انا ابي تكلموني تفاصيل اعدادكم للعب 5 دقائق فقط. يعني انت تخيل. والله اذكر انا الحين اللي ضد الكويت حمد. ايه اللي اعطانا ابو نواف سوى لنا
مثل قبل المباراه يعني تكتيك. والله كان بيقول عنه المرزوقي وقتها. ايه بس حمد انت اول شيء عشان انت من ابطال المباراه شلون انت تسببت بركله جزاء حق اول شيء صنعت الجول الاول تعادل. قول صالح الشيخ اعتقد. لا بدر قول البلنتي سليم لعبها إيه. لصالح. لا بدر اللي قول او سليم اللي قول. هذه لقطه. صحيح. اللقطه الثانيه تسببت ركله جزاء على المرزوقي. اللقطه الثالثه تدخلك العنيف على فهد حمود. بعدها فهد حمود بس بقى يشلني اعتدى عليك فهد حمود واخذ بطاقه حمراء. هني توقفت المباراه. صحيح. انا الحين صريح يعني احمر صريح كله من المرزوق خالد الفضلي. هذه الاحداث بسيطه يعني هذه احداث الكل شافها. انا ابي بعد قرار لجنه المسابقات لا ما تنعاد انه باقي 5 دقائق راح تتكمل 7 دقائق 5 دقائق دقيقه 85 كملناها لعبتوا 10 دقائق مع الوقت بدل الضايع. انا ابي اكلمك اليوم بغرفه سخنا 40 دقيقه سخنا 40 دقيقه اعداد. انا فهد لان هذا حادثه ما تكرر فانا ابي تكلمني اليوم لما تاخذ حصه تدريبيه كامله عشان توجيهات ل5 دقائق. انا في تفاصيل يمكن او لانها غريبه بسمع. صحيح يعني حتى بصقر بس حتى الوحدات التدريبيه كانت بشكل طبيعي يعني انه اوكي يعني ما كان التركيز على انه راح نلعب مباراه كامله. يعني كان ياخذ وحدته التدريبيه محمد ابراهيم بشكل طبيعي بس انه اخر شيء يعني يعطينا مع توجيهات وكذي. بس قبل المباراه بيوم سوى لنا تكتيك اذكر تكتيك على يعني مثل ما تقول يعني انت كنا المجموعه اللي راح تلعب شلون تحرك وشلون كذي. الكويت راح يهاجم راح يعني بشكل عام يعني. لكن انا اتكلم عن التسخين قبل حمد حتى بالتسخين بالملعب بالتسخين وقفنا وقفه المباراه اذكر صح وقفنا وقفه المباراه لان انت ما في مجال اللي العب دقيقه بعدها دش لا عادي لا ما في مجال. لان حدث غريب انك تجهز لاعب ل5 دقائق بس. يعني اعتقد حتى الطاقم اللي قاد المباراه كان بقياده كابتن حمد ابو جروه. المباراه الاولى حميد عرب المباراه الثانيه كابتن حمد ابو جروه. بس الغريب ان هالمباراه 5 دقائق نواف الخالدي اخذ انذار اخر وقت ما عندي اخر وقت نواف. طبعا احداث نواف هذه يبي لها حلقات. بس حمد صدمتك بالتيشيرت صح؟ والله صدمتني والله اروح اخذه منك انا ما عندي التيشيرت. زين وتجربتكم بتغطيه كاس العرب ما تكلمتنا عنها. والله شوف البطوله انا بالنسبه لي البطوله استمتعت فيها. بطوله قويه وفيها لاعبين مميزين طلعوا في هالبطوله وسبحان الله احد هاللاعبين شفنا بولبينا شلون اخذ فرصه ولعب مع منتخب الجزائر وكان سبب في تاهل الجزائر لدور 16 او 8. فهذه فرص من هاللاعبين حتى لاعبين منتخب فلسطين الان في صراع عليهم بالدوري المصري. اكثر من لاعب من منتخب فلسطين في مفاوضات بيراميدز اهلي زمالك. صحيح ابو عزيز اللي صار مع منتخب فلسطين مع سوريا مع جزر القمر اللي كانت مفاجاه رغم انه هو المنتخب الثاني. صحيح. يعني في شوف مدربين يطلعوا لك الان اللي يقول المغرب عنده صف ثاني. نعم هو عنده صف ثاني مو بس في اللاعبين حتى في الأجهزة الفنية عنده صف ثاني وثالث. حطوا السكتيوي الان صار المدرب كاس العالم. لذلك مو بس في اللاعبين حتى الأجهزة الفنية حتى اللاعبين الصغار لاعب وده يرجع في. والفترة اللي مالت كاس العرب كانت جدا مهمة. ليش؟ لأن في أشهر قليلة راح يكون في كاس العالم. هذا إثبات وجود إنك تمثل ديرتك في كاس العالم. فهد وصلني واتساب بيقول هذا فهد اللي يشتكي على انفانتينو عشان بلنتي النصر وين عن هدف الهلال. هدفنا قصدك على الهلال؟ ايه يعني الهدف اللي لغى امام الهلال. يقول وين فهد ما سمعنا صوته بس هناك قال طالب انفانتينو. لا هدف كان اوفسايد صحيح يعني. ولو انه كان هدف صحيح طبيعي راح نطلع نتكلم او نطلع نقول على الاقل عن مشاعرنا دافع عن حقك. يعني. نعم هذا حقي. لكن في لقطه هدفنا على الهلال اللقطه كانت واضحه اوفسايد. زين انا قبل لا اختم بس الحلقه بشكل عام رايك فهد معك اول شيء تجربه احتراف عيد الرشيدي في القوه الجويه مع دوري مختلف. اول شيء
احنا لازم نوقف مع عيد، وعسى الله يوفقه ان شاء الله ويسهل امره في المحطه ان شاء الله، انها ما تكون الاولى له. وعيد من الناس اللي يمكن كلمني قبل حتى لا يوقع، وان شاء الله اني اقدر اني افيده في نفس هذه الامور. وهو الان في اختبار وتحدي كبير اولا بينه وبين نفسه، لازم يعتقد او ويظن ان الكل اول شيء خلفه، والكل يدعم عيد، والكل مع عيد في حال الفشل قبل النجاح. وان شاء الله انه ينجح وما تكون هي المحطه الاولى، ونطمح انه من عيد انه يطلع لخطوه اعلى من حتى الدوري العراقي الممتاز. حمد، الظهور الاول حق عيد ان شاء الله هاليومين. اكيد يعني ابو عزوز نتكلم عن لاعب بقيمه عيد واداء عيد ومستوى عيد، خصوصا الفتره الاخيره انا جدا يعني معجب باداء عيد من الناس اللي يتكلم عنه كشخص صراحه، شخص يستحق الكثير وشخص محترم ويعني يستحق اللي قاعد يوصل له، شخص مجتهد ويحاب انه يطور بنفسه، خصوصا يعني طموحه من وهو صغير. هذا الشيء اللي عمل عليه، وان شاء الله يناله ان شاء الله باحسن صوره وبشكل ان شاء الله يخليه تفتح له ابواب كبيره لانديه ان شاء الله، او دوريات ان شاء الله اقوى واعلام اكثر يعني ان شاء الله من الدوري العراقي، خصوصا حاليا. يعني انا باعتقادي ايضا الدوري العراقي قاعد في الآونة الأخيرة قاعد يشتغل وقاعد في زخم إعلامي، وأيضا يعني نوعية لاعبين ممتازين يعني. لكن بشكل عام عيد من اللاعبين اللي يستحقون صراحة، وأنا جدا يعني أدعمه ويستاهل، وأتمنى له إن شاء الله التوفيق. كابتن ثامر، الأمانة من الأمور الإيجابية اللي لازم يشكر عليها مجلس إدارة نادي القادسية هو موافقته على العرض، رغم ما فكر بالجانب المادي من الصفقة. أكثر يعني وقت هو محتاج أكثر وقت محتاج عيد نادي القادسية هالوقت صراحة، لكن يشكرون صراحة على الخطوة. شوف، هو ما في شك ان هذه خطوه تحسب مجلس اداره نادي القادسيه، انه عطى اللاعب فرصه، وخصوصا ان عيد ترى ما راح يمثل نفسه ولا راح يمثل نادي القادسيه، وراح يمثل دوله الكويت. ونجاح عيد راح يعطي فرصه للاعبين ثانيين، يفتح بوابه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نشوف 10 لاعبين مو واحد ولا اثنين بالضبط. فانت قاعد تتكلم عن عيد، اذا نجاح عيد راح ممكن هذا تشوف، ممكن تشوف محمد دحام، ممكن تشوف لاعب ثاني، ممكن تشوف اكثر من لاعب، يوسف ماجد، ممكن كثير من اللاعبين يكون لهم حتى جرأة انه هو في حال ان استقطابه حق اي فريق ممكن تكون عنده جرأة اكثر. نجاح عيد راح يغير من وجهة نظر كل الدول باللاعب الكويتي. فتأكد ان عيد احنا ما نبي نحمله يعني مسؤولية جدا كبيرة، ولكن احنا ندعم عيد وندعم انه يكون هو يعني يقدم مستوى جيد، وهذا الشيء راح يعكس اللاعب الكويتي ويعكس شنو توجه الدول حق اللاعب الكويتي. بس فهد، قبل الختام هذه آخر نقطة، أنت يجمعك مع عيد شغلة أكبر من رقم 11. يعني أنا أذكر في مباراة النجوم أعتقد أمام مينيستا، أنت طلبت أن عيد يشارك معك في المباراة، إذا تذكر دورة الروضان مواجهة فريقك أمام إنيستا، كان طلب خاص منك أن عيد لازم يشارك في المباراة. تنبأ بموهبته. لا هو كان معي عيد أذكر، كان أعتقد عيد ورضا والشبيب الخالدي، واعتقد ماوي، عبد الله ماوي يمكن. ايه يمكن زين تنبأت باثنين ثلاثه. لا بس ان عيد بالنسبه لك يعني كان في يعني هو يشوفك نموذج بالنسبه له. بالعكس هذا شيء اتشرف فيه الصراحه. وعيد يعني زاملته انا في نادي القادسيه وايضا في المنتخب، لاعب مجتهد واتمنى له طبعا كل التوفيق. واحنا يعني علاقتنا حتى اللاعبين اكبر من ان يعني يتشرف في انه لعب مع فهد او غير فهد. لا هو نتكلم عن العلاقه الاخويه في الفريق. كنا نكمل بعض حتى في النادي او المنتخب. وفي نادي القادسيه يمكن حمد يدري عن الاجواء في نادي القادسيه، ما كان فيه الفروقات ان لاعب كبير ولاعب صغير، اتكلم على بالعمر. لذلك عيد اخ صغير واتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله يا رب نشوفه في دوريات اقوى بعد من دوري العراقي. انا والله يعني انا متفائل صراحه، يعني بصفتي محب لهذا اللاعب صراحه. يعني العقليه اللي يتميز فيها عيد صراحه انا جدا يعني معجب فيها. يعني لذلك هذه النوعيه وهذه العقليه ممكن انها تتطور يعني مع الوقت، وخصوصا الخطوه هذه يعني اشوفها خطوه اصرار على التجربه بدون النظر حق العائد المادي. وبهذا الوقت الامانه يحسب لعيد اقباله على التجربه
ويحسب لمجلس اداره نادي القادسيه منح اللاعب، خصوصا ان الان اللاعبين بعقود. في السابق اوكي اللاعب ما كان ملزوم نادي القادسيه اقول لك لكن اليوم النادي يقدر يرفض، لكن هذا شيء ايجابي حاليا يعني بحاجه ماسه لاغلب لاعبين، صحيح. خصوصا المتبقي كاس السوبر وكاس سمو سيدي سمو ولي العهد. وحتى في البطوله الخليجيه عندك مباراتين تحقيق 6 يعني نقط، تحقيق 6 نقط الان يقودك يعني هذه الخطوه اللي اتخذها نادي القادسيه وعيد صراحه يشكرون عليها هم الاثنين، وانا متفائل ان شاء الله بعيد. بس ما دام انت متفائل انا اطمنت. بس لا يقزرها هناك عاد كباب عراقي وهذا. لا هو حمد هو هناك ما شاء الله متعافين وخليه يتمرن حديد. لا بدنيا لا يثقلك يعني انا شفت من الاراء في بعض الاعلاميين العراقيين في السوشيال ميديا يقولون ان مهدي حميدان من اسباب عدم استمراره في الدوري العراقي هو الجانب البدني. مهم صراحه، مهم الجانب البدني في بالذات في الفتره او كره القدم تعيشها حاليا، يعني احيانا تغطي حتى الجانب المهاري خلينا نقول. واذا جمعت انت او قدرت تجمع الثنتين حتى لو مو بنسب متساويه انت تعتبر بنسبه كبيره انت لاعب جيد جدا. الامانه عشان مسك الختام يكون انا بتكلم عن النضوج اللي وصل له المهاجم يوسف ناصر. الامانه وصل لمرحله من النضوج يوسف، اعتقد ان قاعد كل موسم قاعد يكون افضل من الموسم اللي قبله. فابي رايك انت كمهاجم ما طولت في الملاعب. يوسف صراحه يعني انا جدا يعني ممتن لهذا الشيء اللي قاعد يقدمه صراحه. يعني يوسف كعقليه كالتزام كقائد للفريق، حتى شخصيته اختلفت تماما. يعني يوسف بالسابق مو يوسف الحالي. يعني يوسف الادوار الدفاعيه اول لاعب، في الادوار الهجوميه مقاتل وشرس ودائما يعني ايجابي على المرمى. لذلك وحتى يوسف دليل ان المستوى اللي قاعد يلعب فيه والرتم اللي قاعد يلعب فيه يوسف حاليا والمستوى المميز اللي قاعد يقدمه، هذا دليل ان في التزام يوسف خارج الملعب. صحيح. نوعيه اكله، بنوعيه النوم، بنوعيه هو عنده مشكله واحده بس انه ما يمشط شعره، بس هذه ما راح تاثر على مستواه يعني لكن بشكل عام صراحه يوسف يعني 10 على 10 تبارك الرحمن. ولاحظ منو بديل يوسف ناصر؟ هذا اللي يقول لك انت خيار بديل على يوسف مهاجم ناصر دولي بنادي الكويت، لاعب محترف، لعب كاس العالم وهداف الدوري اللي يمكن اعتقد موسمين او اكثر يعني. خنيسي صحيح. برافو عليك يا يوسف. كابتن ثامر، اعتقد انت لك وجهة نظر في التكنيك اللي غيره يوسف حتى في اداء. شوف يوسف اول شيء النقطه رقم واحد اللي ختم فيها كابتن حمد هي واحده من اهم الاسباب. الخنيسي موجود على الدكه، ان اي هبوط في مستواك انت خارج التشكيله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحس التهديفي عند يوسف اختلف 100%. يعني قبل يوسف كان يضيع فرصه وفرصتين، الحين يوسف نص فرصه راح يقول لك. شوف مباراتنا مع العراق، لا تروح اليوم، روح مباراتنا مع العراق بالتصفيات. والفرق ما بين النادي العربي وما بين نادي الكويت هو يوسف ناصر. الاستغلال الكويت لاي فرصه بتواجد خبره يوسف وقدره اللاعب بالتسجيل في اقل الفرص. ترى هذه العلامه الفارقه في مباراه اليوم. يعني العربي حصل له اكثر من فرصه بس ما عنده احد يقول. الكويت في اقل الفرص وصل الكره حق يوسف راح يسجل لك. زائد الادوار الدفاعيه قاعد نشوف يوسف قاعد يقود الفريق بالحاله حتى الدفاعيه. فانت قاعد تتكلم هذه سبحان الله، هذه يعني من اهم ميزات يوسف. هذه من عمره 20 سنه واحنا كنا نشوف يوسف ما شاء الله يلعب روح ويلعب قتال ومع المجموعه، هذه من زمان. لكن انا بتكلم عن قيمته صراحه، قيمه فنيه كبيره بالذات مع الفريق اللي يوصل في الثلث الاخير خلينا نقول بعدد كبير. هذه النوعيه اللي يحتاجها يوسف ناصر، نفس ما حصل في نادي الكويت. مع المنتخب ما كنا نوصل وايد، لكن لما نوصل كان يوسف تبارك الرحمن يعني من ثنتين سجل لك واحده. فهذه مو سهل لاي مهاجم انه يسجل من انص خلينا نقول عدد النص، فصعب جدا. فتبارك الرحمن يوسف ناصر في كل موسم يثبت لنا انه هو فعلا المهاجم الاول في الكويت. احنا وصلنا الختام بعد عشان كل شوي نمدد مع فهد. اكيد صقر شكرا لك، حمد شكرا لك، كابتن ثامر شكرا لك يا ابو عزيز. اشوفكم على خير. طف الليت.